بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ طول ما احنا شغالين في مجال النقل الذكي ده بنقابل مواقف وبنقابل حاجات كتيرة جدا. لازم المواقف دي نمررها على عقلنا ونحاول نركز ونقرا الموضوع كويس، عشان خاطر زي ما بيقولوا كده الطمع قل ما جمع. وخاصة في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة دي ممكن يقل ما جمع خالص، ممكن يضيعك، ممكن تروح انت نفسك تتقتل، تتاخد منك العربية، يحصل لك مشاكل كتيرة جدا. الموقف اللي معانا النهاردة ده كابتن بيحكيه، حصل معاه في ديدي من كام يوم. اسمع الكابتن بيقول ايه وبعد كده نعقب على كلامه. السلام عليكم يا استاذ محمد، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب بمناسبه السنه الجديده. معاك محمد يا فندم. فكنت عايز اقول لك على قصه كده تتكلم عليها، قصه نصب جديده. واحد كان عايز يثبتني وياخد مني العربيه. كنت في الحي السابع مدينه نصر قدام مطعم البرج، ولينا جاني ريكويست من دي على طريق اسكندريه، فقلت ماشي مفيش مشكله نقبله. كان هيروح اسكندريه، فالاخ كلمني ويقول لي انا الدكتور ادهم. قلت له اهلا وسهلا. فبيقول لي ان شاء الله انا رايح اسكندريه، عندي مؤتمر فهقعد فيه 4 ايام وان شاء الله تقعد معايا، وفي هنقعد في فندق وفي مفتوح وكل تمام، وحجزت لك جناح معايا والكلام ده كله. قلت له ماله، ما جراش حاجه مفيش مشكله. وبعدين قال لي هتاخد كام؟ يعني احنا هنقعد 3 ايام والرابع هنيجي. فلقيته بقى كده كلامه مش مظبوط خالص. فقلت له شوف انت، انا محروق منك، شوف انت عايز تدفع ايه ولا ايه الدنيا كده معاك. قال لي طب خلاص انا هدفع 8000. بقول له كام؟ قال لي 8000. انت شايفها قليله؟ فبقول له مش عارف، بس مش عايز اتكلم معاك والله بصراحه يعني. قال لي خلاص ازودك 2000 كمان يبقى 10000 جنيه، ايه رايك؟ قلت له ماشي. فسبته يجيب اللي عنده، فضلت اجرجر معاه. طب ان شاء الله. هو بعت لي عامه الريكوست كان الساعه 1 الظهر، فبقول لي ان شاء الله هنمشي على الساعه 5. بقول له 5 ايه؟ قال لي 5 بالليل المغرب كده. فعايز اقول له طب انت هتمشي 5 المغرب، ايه اللي يخليك تبعت الريكوست دلوقتي من 1 لحد 5، 5 ساعات؟ فقلت اعديها كبر ده نشوف اخره ايه. بعد ما اتفق معايا بيقول لي اديك 10000 مش 10000. فبقول لي معلش يعني كنت عايزك تشتري لي شويه حاجات كده لزوم معايا السفر كده نتسلى فيهم واحنا ماشيين. فبقول له حاجات ايه؟ انا تشتري لي باتيهات وعصائر وحاجه ساعه والكلام ده. يعني قال لي شويه حاجات سكه 300 جنيه وتجيبهم لي وتيجي. بقول له اجيبهم لك دلوقتي؟ قال لي اه. قلت له طب ماشي اديني فلوس. قال لي لا هات من معاك واحنا مسافرين كده ابقى اديك الفلوس. قلت له يا بدايه من كده يعني. فقلت له لا والله انا ما معيش فلوس دلوقتي، لسه نازل شغل فجايب ب 20 30 جنيه ما معيش فلوس. قال لي خلاص خلاص انا اتصرف انا ما فيش مشكله ماشي. قلت له ماشي. فمشيت، ما رضيتش ارن عليه تاني. جت 4 ونص راح رن عليا انت فين؟ قلت له انا جنبك. قال لي طب يلا عشان نمشي. قلت له ماشي. فسوء للحظ انا اعرف ناس في المنطقه دي، فسالت بقول لهم في فلان الفلاني في الحته هنا اسمه ادهم، الدكتور ادهم. كله قال لا مفيش في حاجه. قلت لهم لا مفيش حاجه. فالمهم رحت راكن العربيه بعيد، ورحت شايل الكتاوت بتاع الكونتاك، فصلت الكهرباء بتاعت العربيه بتاعتي خالص. فانا كده مش مطمن، وركنت العربيه بعيد. انت فين؟ قلت له انا قدام الصيدليه اهو قصاد البرج. فبصت لشكله قال لي انا جاي لك اهو. قعدني يجي نص ساعه. فبص او جايني من بعيد، بصيت من شكله سوابق وجاي شارب وحالته حاله. اللي بيقول لي انا دكتور، فببص عليه شعره طويل ومتبهدل ومش مسرح ودقنه طويله وشكله استغفر الله العظيم. فبيقول لي انت فين العربيه؟ قلت له واقف هناك ايه. قال لي طب ما يلا. قلت له طب معلش بقى كده. قال لي وجايني بقى المفروض تبقى دكتور لابس بدله شنطه كويسه حاجه كويسه كشكل عام كويس. لا ده شكله سوابق طلع من تراب بمعنى صح. فبقول له معلش قبل ما اطلع. قال لي قلت له انا عايز نص الفلوس اقل حاجه عشان اقدر اطلع معاك. طب انا ما معيش دلوقتي ومش عارف. قلت له معلش مش طالق. قال لي طب انت معاك فيزا؟ ابعت لك فيزا. قلت له لا ما بقبلش فيز، اديني فلوسي كاش. قال لي طب خلاص في ماكينه اي تي ام قدام هنا، راح اسحب واجي. قلت له يلا نروح معاك. قال لي لا خليك انت هتقعد تلف وتعمل، خليك. قلت له انا جاي معاك يلا. قال لي لا خليك. ولقيته خلع مني. عبل ما دورت العربيه ورحت له فص ملح وداب. برن عليه راح قافل التليفون، كنسل عليه راح قافل التليفون. فرجاء معلش يعني بلغ الاخوه والاصدقاء لاحسن حد يحصل معاهم كده وعايزني ابعت لك رقم تليفون الشخص ده وتنشره، يبقى هبعته لك. فعشان كله ياخد باله لاحسن حد يعمل كده والناس تطمع يقول لك 8000 و10000 ماشي ويمشوا معاه ويجي على طريق اسكندريه ويثبته ولا ياخد منه العربيه. يعني الله اعلم تبقى اللي هياخده ده تبقى عليه اقساط ولا عليه ايه ولا عليه الملتزمات. فالله يساعد كل واحد. فنبه الناس الله يبارك لك. زي ما سمعنا كده الراجل يعني ايه مرر الكلام على عقله وحاول، يعني ربنا كرمه الحمد لله ان هو ما نسقش وراه. في ناس كتيره بتطمع 10000 جنيه، لا ده انا اروح، ده ان شاء الله حتى تقعد 5 ايام مفيش مشكله. فالفكره كلها ان يعني الراجل بص على شكله، بص على الكلام، مرتب الموضوع. فخلي بالك، فاكرين النصاب بتاع اوبر اللي كان بينصب زهقوا من اوبر خلاص، دلوقتي اشتغلوا على ديدي وفي ناس بتشتغل على ان درايفر. والنصابين بص عمالين يتنططوا على كل الابلكيشن، فاكرين اللي بيشتغلوا دول بعربيات يعني ايه معاهم ملايين، فمش فارق معاه بقى ياخد منه اي حاجه. الاول كان عاوز يقلبه في شويه عصاير يشوف ميته ايه، الراجل قفل معاه راح قال لك لا اروح واشوف الدنيا في ايه. ممكن كان خده قلبه، خد منه العربيه، طلع بيه مثلا على المشوار اللي هو رايحه اسكندريه وهرب منه. ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. فانت لازم الموضوع يكون بالنسبه لك ان انت نازل تلم فلوس مش تدفع فلوس. فخلي بالك من النقطه دي، عشان الراجل ده ممكن ما كانش دفع فلوس وبس، ده ممكن كان راح هو نفسه
كان لا قدر الله اتقتل، حصل له حاجه، ما حدش شايف اي حاجه بقى، وما هو مطمن بقى، ده رايح معاه لوحده اسكندريه ومش اسكندريه، على الطريق يعمل معاه اي حاجه، ياخد منه فلوس، ياخد منه التليفون، اي حاجه حصلت مع ناس كتيره جدا. فاحنا بس بنحاول ننبه الناس، يعني اي فيديو بنعمله في القصه دي بنحاول ننبه الناس، انت خلي بالك، اشتغل وخلي بالك وما تطمعش. موضوع الطمع ده ممكن يوديك في 60 داهيه. اهم حاجه ان انت تبقى راجل فاهم وواعي وعارف الدنيا فيها ايه. ما تعتمدش بقى، لا انا بكلمك من دعم الشركه، لا مش عارف ابعت لي ايه، لا هات لي ايه، لا مش عارف ايه، كل الكلام ده كلام فاضي. زي ما بيقولوا كده، الحدايه ما بتحتفش كتاكيت. فريح دماغك من القصص دي. واي حد يقول لك هديك واعمل لك، يعني هو بسهوله بيقول له 8000، طب خليهم 10000. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. ممكن واحد تاني يفرح بالقصه دي ويجري وراه ويقول لك ماشي و10000 والكلام ده. فاحنا بنحاول ننبه الناس يا جماعه، لو تقدر تحكي القصه دي لاي حد، تعرفها للناس، تعرف الدنيا فيها ايه، صحابك اللي معاك كده، خلي الناس تبقى واعيه. في ناس غلبانه ومش عارفه اي حاجه في اي حاجه وبينساق ورا اي كلام وخلاص. فبعد اذنكم يا ريت تشيروا الفيديو او تحكوا للناس عشان خاطر ما يحصلش مع حد تاني، عشان الموضوع بقى صعب جدا، عشان اليومين دول بنقابل مهازل كتيره جدا. فاهم حاجه، لو حد عنده اي مشكله، عنده اي حاجه، يبعتها لنا. ولو عجبك الفيديو اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. وما تنساش الاشتراك في جروب التليجرام، هسيب لك اللينك تحت الفيديو. وقبل ما تقفل الفيديو هتعمل ايه؟ هتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وربنا ينصر اخواتنا في غزه، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.